دماغك بتفضل شغالة طول الوقت، بتحاسبك على كل كلمة قلتيها وكل حركة عملتيها وكل رد معرفتيش ترديه في الوقت ده. الناس شايفينك عايشة عادي بس انت جواكي صوت بيعذبك بصوت واطي. تفكير ما بيسكتش وما بيرحمش وما بيفصلش. لو دماغك بتدورلك على غلطاتك طول اليوم وبتعيشك في سيناريوهات ما حصلتش، فانت مش مجنون، انت منهكة من الاوفر ثينكينج او التفكير الزايد. تعالي نفهم يعني ايه تفكير زايد، ومش مجرد تعريفات هنقولها، لا، ده باللي انت عايشاه واللي انت حاساه. التفكير الزايد مش انك بتفكري كتير، ده انك بتعيشي كل موقف مرتين، مرة وهو بيحصل و100 مرة بعد ما الموقف ده خلص. دايما بتسألي نفسك ليه قلت كده؟ طب هو قصده ايه؟ طب المفروض كنت اعمل ايه؟ بتفتحي ملف ورا ملف في دماغك وتحللي كل حاجة وكل تصرف وكل احتمال، ولما تيجي تحاولي تنامي دماغك بتفضل تشتغل اكتر. والتفكير ده مش بيقف عند حدود الدماغ بس، لا، ده جسمك كمان بيدفع الثمن. التفكير الزايد بيسحب طاقتك وبيعطل نومك وبيخلي جسمك في حالة تأهب وتوتر طول الوقت. صداع، ضيق تنفس، ضربات قلب سريعة، نوم متقطع. ده مش تعب جسدك، لا، ولا جسمك، ده صوت عقلك اللي مش عارف يسكت. طب ايه الحل؟ هل في زر نطفي بيه دماغنا؟ للأسف لا، بس في طريقة نهدي بيها الصوت ده. خطوة بخطوة هقولك تعملي ايه لما تلاقي نفسك بتغرقي جوه دماغك. اول حاجة الادراك، لازم يبقى عندك وعي وتقولي لنفسك ان انا مش بفكر، انا بلف وادور حوالين نفسي. الادراك ده بيكسر اول طبقة من التوتر. طب وبعد ما تاخدي بالك ان ده مش مجرد تفكير، ده لف ودوران، تعالي نطلع الدوشة اللي جواك لبره. كل حاجة بتفكري فيها عاوزاكي تكتبيها، حطيها على الورق، ما تحكميش وما ترتبيش، مش عايزاكي ترتبي الكلام اللي هتكتبيه. مجرد ان الكلام ينزل من دماغك هتحسي براحة حقيقية. ولما تكتبي اسألي نفسك السؤال ده: في حاجة اقدر اعملها دلوقتي؟ هل في قرار ان انا اقدر اخده دلوقتي او حل اعمله؟ لو في اعمليها وما تتردديش، لو ما فيش قولي لنفسك كفاية كده. دماغي محتاجة تهدى وانا كمان محتاجة ارتاح. اخر خطوة بقى عايزاك تعمليها: ارجعي لجسمك، لانه اهدى مكان تستخبي فيه من دوشة التفكير ده. بالتالي هتعملي ايه؟ هتشغلي حواسك وتفعليها طول الوقت.